عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللي اول مرة يشوفني معاكم مطبخ أم فهد. النهارده هنعمل مع بعض صينية البطاطس بالفراخ، حاجة جميلة ولذيذة وسهلة، وحاجة كده من ريحة الزمن الجميل. كل امهاتنا زمان كانوا بيعملوها. لا بتاعت بهارات ولا حوارات، حاجة كده سهلة وجميل. معانا كده بصلتين جوانح كده حطيناهم وحطينا عليهم عصير طماطم وقرنين شطة حامي اللي حابب، ونزلنا عليهم حبايبي كده معلقتين 3 زيت. قلبنا كله على بعضه كده زي ما انتم شايفين، ومرقتين دجاج بتدي للفراخ طعم جميل وبتدي طعم للبطاطس كمان. بهارات هنا ملح وفلفل وكمون و7 بهارات. ونزلنا معلقه صلصه كده حبايبي ومعلقه توم كبير، وهنقلب كله على بعضه كده. ومعانا فرخه انا غسلاها كويس ونقعاها كده في المحلول بتاعها، وكنت نازله عليها بشويه من التخديعه ديت على جنب كده. نزلنا كده حبايبي بالبطاطس زي ما انتم شايفين، وهنقلب بقى كل الخلطة دي على بعض كده. ما شاء الله بطاطس كنت مقطعاها وغسلاها، مقطعة زي ما انتم شايفين كده حبايبي. والفراخ معانا زي ما انتم شايفين كده بفتحها، وكنت سايباها انا زي نص ساعة كده في الخلطة بتاعتها دي عشان تشرب من التوابل وتشرب من الخلطة اللي انا عاملاها كده. رصيتهم كده على وش البطاطس، وهنحطها بقى على النار تطيب كده زي 10 دقايق على البوتاجاز كده. ما شاء الله ريحتها تحفة، ما شاء الله ريحتها جميلة. وبعدين دخلتها الفرن حبايبي، ما شاء الله شربت المية بتاعتها وختمت زي ما انتم شايفين كده. البطاطس طيبة ما دايبة كده دوب، ما شاء الله تبارك الرحمن. الفراخ مقرمشة كده من بره وطرية من جوه كده، جوسي جميلة ما شاء الله. ريحتها الفراخ زي ما انتم شايفين حبايبي كده دايبة دوب كده ما شاء الله، طيبة كده مهرية من الطياب ما شاء الله. والبطاطس طعمها تحفة، شربت من طعم الفراخ طعمها تحفة. ما تنسوش حبايبي بقى تدعموني بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.